اخبار؟ ما ليه الضوء مش باين؟ الضوء يا عم ده وضلك البلد كلها بتتكلم على الضوء. الحج الضوء راح، الحج الضوء جه ومش عارفين يا عم. بس مش بيكذب واصل هو. لا يا راجل برضه ده راجل محترم ملوش في الكذب خالص. لا نهائي يا راجل. ما يعرفش يكذب. تفضل يا حاج. يا عم حج الضوء يا عم الضوء يا عم يا بركة. تفضل يا حاج. طيبين والله لسه في سيرته. تمام. لسه عشانك على طول. وايه اخباركم؟ يا عم لله. ولا تسالوا ولا تقول الضوء كان فين؟ ليه يا ابوي؟ يا اخي مش بعد ما كنت معاكم وكلمتكم على موضوع الحرب فاكرين؟ ايوه البلد مخفلقه على الكلام. بعد كده اتصلوا علي الجماعه بتوعت الكويت. قالوا لي يا عم الضوء معانا شويه مشاكل في الكويت تاجي تحلها لي. في الكويت؟ سبت مصالحي ومشي. رحت الكويت؟ ايوه رحت حجزت في مصر للطيران. لاجل الحظ ما لقيت ولا كرسي فاضي. طب ما انت معروف انت المفروض بالتليفون اصلا. طبعا المكتب قال لي يا حاج الضوي تاخذ طياره مخصوص. رحت طبعا انت خدت طياره ومشيت. معروف قالوا لي بس ما فيش سواقين. سوق انت. ايوه قلت لهم انا الاير باص 310 دي ايوه مش متدرب عليها. قالوا لي شغل ايه؟ ايوه الطيار الالكتروني. ايوه عارفها الطياره دي. برمجته قلت له انا الضوي للكمبيوتر وخدت بعده ورحت ايه؟ رحت الكويت. طبعا لقيت لك كل المصريين في المطار مستقبلين لي طبعا. خيطان. ايوه وحصاوي. معروف كله عم يستنينا يا جماعه. وخدت العيال زي ما تقول في قاعه الاجتماعات واجتمعت بهم. طبعا واشتغلوا وين الهتافات الضوي جه الضوي جه. يا اخوان انا صايب مصالحي في مصر وجايكم الكويت. ايه المشكله معاكم في الكويت؟ طبعا انا بدات اول حاجه الاجتماع بايه؟ بكلمه كده حلوه يعني. ايوه قلت يا اخواننا كل مصري في اي دوله عربيه صح لا يمثل نفسه انما يمثل مصر باللغه العربيه الفصحى كمان. طبعا كل الناس سقفت الا الدروازه. عارفين انتوا يا الدروازه؟ ما انتوا ما رحتوش الكويت. الدروازه دول الجماعه بتوعت ايه؟ بتوعت سوق العمال. ايوه طبعا كلام الضوي مش جاي على هواهم. عشان الجماعه دول اول ما يشوفوا عربيه بتاعت واحد من الكويت عايز له نفر يعني يشتغل معاه يروحوا يتلموا عليه ويشتغلوا ضرب في بعضهم. خدني انا وده كله بيسيء لمين؟ لمصر. صح لمصر. ايوه صح. ما ينفعش. ايوه صح تمام. وبعد كده رحت اجتمعت بالمهندسين. في يعني مهندسين عيال اولاد ناس في الكويت. أيوة. وفي 3 4 كده بيتنكوا يعني بيرفعوا اللياقه يعني يتكبروا على العمال المصريين. عامل نفسهم كبار. انت يا تعال اشتغل هنا يا اول ما يشوف الكويتي صاحب الشغل يعني يتمنظر قدام الكويتي يعني تاخذ ياد شيل ياد طلع عين العيال. الناس عايزه يعني كرهت الشغل بسبب الموضوع. عايز يطلع على قصاها بيطلع على قصاها. يعني هم 3 4 لكن باقي المهندسين محترمين انا قعدت معاهم في الاجتماع. تمام. وشويه مشاكل كده. واحد يعني قال لي والله يا حج الضوي انا نزلت اجازه شهرين وجبت ولد اختي يمسك بدالي الشغل. رجعت لقيته ايه؟ خارب الدنيا مع الكفيل. دعك الدنيا وراه. دعك الدنيا مع الكفيل وقال له خالي ده وحش وما فيه وطيروا من الشغل. ضرب كذا احنا يا اخوان احنا مش كده بنسيء لبلدنا وبنسيء لمصر ونرجع نقول الحكومه ما عملتش لنا كرامه. والحكومه ما سالتش فينا. والسفير ما راحش والسفير ما جاش. ايوه صح. مش كله ده بيسيء لمصر. ايوه بيسيء لمصر صح. عندك حق والله. بيني وبين الخلايق ضاقت المشاكل كثيره وخط بعض ايه ورجع. رجعت من الكويت. خدت الطياره اللي هي باص 300 دي. ايوه ورجعت انا وراجع على الطياره فوق ادفو. وطبعا الكمبيوتر قال لي لقد نفذ الوقود يا ضوي زي ايام حرب اكتوبر. فاكرين ساعتها فاكره. لقد نفذ الوقود يا ضوي. طبعا انا رحت شادد فراملي اليد. وقف الطياره. وقفتها فوق. وقفتها في الجو فوق ادفو. يا بي ونزلت بالباراشوت. بعرفه. ونزلت فوق سواق. ونزلت بالباراشوت البنزين. في بنزين يا ابوي قال لي في بنزين 80. طب الطياره دي بتفول 92. طبعا درك انت في بس بعد كده رحت سالت في بنزينه ثاني. اخذت جيركن
معباي بنزين 92 وطلعت طبعا الطياره فوق، فولت انا وبفول اتصلوا بي جماعه السعوديه برضه يا ضوي تاجي جنبينا في الكويت وما تجيش السعوديه. معروف انت. شد عليه. قلت اروح اعمل عمره. رجعت فرامل اليد بتاعت الطياره ولفيت ورحت السعوديه وخط طريق البحر الاحمر فوق عدفو. ايوه. نزلت في مطار جده، لقيت العيال تقعد محايل وخميس مشيط والدنيا مقلوبه برضه، الضوء جه الضوء جه. ايه المشاكل يا اخواننا؟ قالوا لي يا عمنا الضوء دلوقتي في ناس بتنصب على الناس، يجيب له فيزا يقول له هشغلك طيار وهشغلك مهندس ويروح بعد كذا يوديه مزرعه ب 600 ريال. ولقيت لك عاد العيال اللي بسمنته واللي قاعد واللي مش قادر يدق اقامه. طب يوم قاعدك ولا هي مصر فيها خير. في واحد هناك راح الكفيل يدق له الاقامه. يعني هو ده جهز ورقه كله وراح يعمل راح الكفيل مات. ما قبلته. قال لي رحت ادق الاشاره الكفيل مات وقاعد ما عرفش يدق. طب ليه قاعدك ولدي مصر فيها شغل، تعال اشتغل. لكن يا حاج الدول جبت التيشيرت ده من وين؟ ده بتاع ريال مدريد. ريال مدريد. بتاع ريال مدريد ده. ما بيقولوا انت كمان الواصل مش مخلي. لا ده رونالدو كل يوم بيكلمني. بيكلمك انت؟ رونالدو. ايه عامل يا دوي؟ ايه اخبارك يا دوي؟ قلت له والله 100 تمام الحمد لله. لكن ايه اخبار هو الولد هناك في السعوديه عشان ابوه بيسال عليه. مين ده؟ هو الولد اللي راح الكفيل اللي عملوا له اقامه ده وراح لقيمات. ما مرزوع لا قادر يخبب ولا طبيب قاعده في السعوديه. كنت جبته معك في الطياره. فانا طبعا عملت اجتماع خلايقي دقت ورحت راجع مصر. يا اخواني لازم الواحد يعمل كرامه لنفسه. ايوه صح. عشان الناس تحترمه. صح. يعني الواحد حتى لما يجي من السفر ما يجيبش معاه كراتين ويجيب معاه بلاوي ومراتب وحاجات يعني وقرف ولم ويجي كده ايه مؤدب بحاجته بمالته بشنطه نظيف يعني. حتى السعوديين عشان الواحد ما يجيش يهين كرامته بعد كده يقول لك الحكومه السفير ما سالش في الحكومه مصر مش بتسال. احنا كرامتنا متهانه، احنا نحترم نفسينا الاول. صح. وانا هروح لهم الكويت تاني. لا اروح. لازم اروح. لا روح انت سهله بالطياره كذا يعني. كذا كانت طيارات تحت يدك. الطيارات انا في اي وقت لك اتصل. انا بكره رايح اسنا على كده. رايح اسنا. ايوه. رايح اسنا معي من صلح في اسنا ومعي صلح في جنة. هيدوني طياره صغيره اروح بيها. يعني معي الرخصه بتاعت الايرباص 330 دي بتاعتي. معك موجوده. لا دي الصحه وراجل المستقبل. والله ده لا راجل الصراحه ربنا في عمره. خلاص وانا معي مشوار كده وهبى اجيكم تاني. خلاص ماشي. عشان في ناس عشان بس في واحد مهم جدا يعني. خلاص ماشي. اتفضل يا حاج. عشان عارفين احمد الشيخ بتاع الاهلي. ايوه. معاه مشكله مع مارتينيول المدرب بتاعه مش عايز ينزله اصلا. لا خلص. انا هروح اخلصها له مع مارتينيول كده اكلم له مارتينيول عشان ينزلوا الواد ده حلو اصلا. لا كويس. السلام عليكم. تفضل يا حبيبي تفضل. شفت الهواء؟ لكن بقول لك تفضل. مش ناوي بطل كده؟ دغ خربها واسع. راح الكويت وشد فرامل اليد. شد فرامل اليد ونزل برشط من فوق. جاب يركن بنزين. وكل يوم بيكلم رونالدو. وراح يصلح احمد الشيخ. ولسه احنا في رمضان ولسه احنا في الشهر الكريم. طب يا اخي الكذب ده مع ان الكذب ملوش اجريه ومعاه صلح في اسنه ومعاه صلح في جنة هياخد الطياره. ده بص عارف الرسول عليه الصلاه والسلام المركب قال له يا رسول الله فيها زنا فيها وفيها وفيها وفيها. قال له يا رسول الله فيها كذب. قال له وقف الكذب وقف الكرب. وقف المركب الكذب.